هلا وهلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وافضل حال. مثل ما وعدتكم بالفيديو السابق راح انزلكم طريقة الحامض الشلغم، كلش سهلة وكلش طيبة. بالنسبة لي اني من عشاق شوربة الحامض الشلغم، كلش احبها. كتبولي انتو اذا انتو تحبونها او لا. وهسه قبل لا ابدي بطريقة العمل، اذا اول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل جديد. وهسه خلونا نبدي بطريقة العمل. القدر خليته على النار وخليت عليه كمية من الزيت. راح أضيف حبة بصل متوسطة فرمتها مكعبات بهذا الشكل، وعندي الشلغم غاسلته كل زين ومقطعته مكعبات. راح أضيفهم ويا البصل وأبقى أحمس فيهم إلى أن يتغير لون الشلغم ويدبل عندي البصل. عندي هنا السلق اللي نستخدمه بالدولمة، راح أثرمه مكعبات وأغسله كل الزين وأضيفه للشلغم بعد ما يتغير لونه. أبقى أحمس فيه إلى أن ينشف السلق ويصغر قوامه ويحمس كل الزين. بعدها عندي نص كوب من التمن غاسلته كل الزين ومنقعته مدة ساعة. التمن أي نوعية أنتو تحبونها تقدرون تستخدموها. أنا أحب التمن عنبر ويا الحامض الشلغم فاستخدم التمن العنبر. مصفيته من المي وضفته للقدر. راح أحمس التمن ويا الخضروات إلى أن تطلع ريحة التمن. بعدها راح أضيف خاشوقة كل كبيرة من معجون الطماطة أو خاشوقتين وأقلبهم ويا التمن والخضروات. والخاشوقة الثانية ذوبتها بالمي وضفتها، وأضيف مي كلش كافية حتى تستوي عندي الشوربة ويستوي عندي التمن والشلغم. أضيف رشة من الملح كل زين، وأضيف خاشوقة مليانة صغيرة من اللمندوزي ورشة من الفلفل الأسود. بعدها راح أتركه على نار متوسطة إلى أن يستوي التمن والشلغم كل زين. وخلال هاي الفترة راح أبقى أقلب بيه وأتذوقه وأشوف إذا يحتاج بعد ملح أو حامض لمندوزي أو حتى معجون طماطة. بعد ما أتأكد إنه التمن والشلغم استوى وكل زين راح أضيف حبة واحدة من الفلفل الحار اختياري، إذا ما تحبون تقدرون تستغنون عنها. وأضيف الكبة وأنتظر عليهم 8 دقائق أو 10 دقائق وأرفعهم من النار. الكبة حضرتها مسبقا بالفيديو اللي قبل هذا الفيديو، إذا حابين ترجعون تشوفونها راح أتركها لكم نهاية الفيديو هذا. إذا جدتم محضرين الكبة جديدة يعني هستوكم محضرينها راح تسلقونها ويا الشوربة مدة 10 دقائق. أما إذا فارزينها وسالقينها مسبقا فراح تطلعونها من الفريز وتركوها تصير بدرجة حرارة الغرفة وتسلقونها مدة 5 دقائق بس. وبهالشكل جهزت عندي أطيب شوربة حامض شلغم، طعمها كلش طيب وكلش سهلة وبسيطة وكلش راح تحبونها. واللي هنا انتهى الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسون إذا أول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد. ولا تنسون تدعموني باللايك وتعليقاتكم الحلوة وتشاركون الفيديو ويا أهلكم وأصدقائكم. شكرا حبايب.